سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم في فيديو جديد اللي متأكده راح يعجبكم بالبزاف. الفيديو هذا فيه وصفه للشعر، للبشره والاظافر. متفاهمين؟ الوصفه للشعر، للبشره، للاظافر. قبل ما نبدا نعطيكم الوصفه، خليوا لي ابوني، خليوا لي جام، فرحوني كيما راني نحاول نفرح فيكم، عاونوني كيما راني نحاول نعاون فيكم. ماني نبخل عليكم حتى بحاجه، ماذا بيا ما تبخلونيش. الوصفه هي سلق مبشور كيما راكي، باردون، بيطراف مبشور وسلق مقطع، وهذا تمر. الوصفه هذه اللي عندها فقر الدم، اللي عندها نقص الحديد، اللي عندها نقص مخزون الحديد او موش نفسه المخزون تاع الحديد، باش يكون على بالكم. هذاك حديد وهذاك المخزون نتاعو. اذا نقص عندك الحديد ولا نقص عندك المخزون تاع الحديد، تحطيه في لانيمي. دونك لانيمي واش دير؟ شحوب في الوجه، دائما فشلانه، دائما شعرك يطيح، تعيا تهزي روحك، هذو كامل الاعراض تاع لانيمي. دونك اللي على بالها بروحها عندها هذو. وحتى اذا ما عندكش هذو، عندك شعرك يطيح ولا شايفه روحك فشلانه مش قادره تهزي روحك، الوصفه هذه غنيه جدا 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 بالحديد وبالفيتامينات اللي يحتاجها الجسم. الوصفه هذه، باردون، الفيديو هذا راح يكون مقسم الى قسمين. قسم نحكيو فيه على الطريقه الطبيعيه، وقسم راح نحكيو فيه على الطريقه العلاجيه بالمكملات الغذائيه وبالفيتامين اللي يحتاجهم لو كور نتاعنا. تبعوا معايا الفيديو للاخر وما تنساوش الاشتراك في القناه. كما قلت لكم، هذا سلق تغسليه مليح وتخليه تقطريه يشيح، خليه في عقله يشيح. يا بخي ديري البيطراف، برشيه مليح وهكاك يابس، ما ترحي. يا ربي راحت لي الهضره، خاطي ما ترحيش، باينه راح ترحيه. ما تغليهش. على واه حنا كي نغليو الخضروات رانا نحيو الفايده تاعها. للاسف بزاف بنات ما على بالهمش باللي كي تغلي الخضره الفايده تاعها راهي كامل تروح. نزيدو التمر ونزيدو القارص علاه ماوش هنايا باسكو مش متوفر عندي اليوم، والسلق بدا يبزد لي، دونك راح نبروفيتي نديرو قبل ما يبزد لي السلق. يا كان نافعه باذن الله، لكن اذا كان نزيدو لها السلق خير وخير، القارص خير وخير. دونك نص حبه قارص، التمر، السلق، البيطراف. اذا ما عندكش التمر في الدار وعندك عسل التمر، استبدليه بملعقه صغيره عسل التمر. اذا ما عندكش عسل التمر، كاين واحد العسل اسمه، اسنا دوك نجبده. هاوليكم دبس الرمان هذا وش هو الفوائد نتاعو؟ او يجي في قاروره هو عسل، تقدري تقولي كيما العسل. وش هو الفوائد تاعو؟ يقضي على الانيمي بتاتا نهائيا. جاي الذوق تاعو بين الحلاوه والحاد، يعني شغل حامض شغل حلو. دونك الجود تاعو شوي ناقص. تلقاي لا دات تاعو تموت على 3 سنين 4 سنين، يعني تشريه وتخليه كل منين تنفح لك ديري بيه ما تخافيش ما يبزدش. هذا عندي قريب عامين هو عندي ومازال بقى له في جويي باه يموت حتى جويي 2023. دونك تلقاي لا دات تاعو بعيده. هو كي غيسامون اللي بداو الناس تفيق بيه. دبس الرمان عنده فوائد عظيمه، قراي عليه وردي لي الخبر. للي مرضعه، اللي عندها فقر الدم، اللي عندها مشاكل في هشاشه العظام، وهذوك كل ديري دبس الرمان. ما تكثريش منه لانه هو كي اي حاجه حلوه. كشغل العسل تقدري ديري مغرف صغيره في فمك الصباح، خلصت كل يوم. راهو هايل بزاف البنات. تقدري تقلي به اللحم يجيك توب دو توب، يستخدموه كي تقلي اللحم ولا تشويه يجيك توب دو توب، وانا جربته. دونك هذا تقدري تخلطيه كيف مع الخلطه اللي راح نقولك عليه، ما انا راح نخلطه معاها. قلت لك عندك التمر، السلق، البيطراف والقارص. على واه قلنا القارص ولا التشينا، بصح باش ما يتبدلكش الكو ويتخلطوا عليك. القارص ما يعطيش كو، بصح التشينا تعطي كو. على واه قلنا القارص ولا التشينا. اذا عندك نقص فيتامين سي راح ينقص الامتصاص في الجسم نتاعك للمعادن وللحديد والحكايات هذوك. دونك راح تقعدي طايحه في لانيمي. باه نعاونوا رواحنا، باه نعاونوا نزيدوا الامتصاص، نزيدوا مع الخلطه لا فيتامين سي بشكل طبيعي اللي هو القرص. ما قلنا التشينا، لكن التشينا بغير الجود تاع الوصفه. اذا عندك الكرافس حبيتي تضيفي فيه الكرافس، ضيفي فيه الكرافس نورمال. السلق ماهوش نفسه الكرافس حاجه والسلق حاجه. اي حاجه خضره ولا بغيتي تفاح خضر نتاع الريجيم ديري في بلاصه القرص كيف، لكن انسيستي لي على 3 مكونات هذو. يا اما دبس الرمان، يا اما دبس التمر، يا اما اللي هو عسل الرب معروف عندنا، يا والبيطراف والسلق والتمر. هذو لازم يكونوا جدا عندك.
بقى لك هذيك بغيتي تزيدي فاكهه، انا من الفاكهه يكون عندي بنان، اي نوعيه تاع فاكهه انا مستعمله معاه بليزيور. البنان جاني الكو تاعو مليح، كي نديرو مع البنان نديرو نخلطو بالحليب، واذا ما درتش فيه البنان ما نخلطش فيه الحليب، اذا ما فيش البنان نخليه على طبيعته. دونك داخل علينا شهر رمضان المبارك ان شاء الله، باه نكونوا بون فورم، وباه نقدروا نقوموا للليل، باه نقدروا نقوموا بالكوزينه ولما وشراو يسنانا يا حناني. كامل هذا يحتاج منا الطاقه، وهذا راح يزود جسمك، عفوا يزود جسمك بالطاقه اللي تحتاجيها، تحسي روحك ناشطه، تحسي روحك قادره ديري شغالات، ما تعبيش بزاف، تتنحى لك الفشله. اذا قدرتي ديريه 3 خطرات في السمانه، هو كي ديري هذه الكونتيتي تكفي لك على يومين، زيدي كونتيتي واحده اخرى ديري على 3 جور، مثلا 3 خطرات في السمانه. شوفي انتي والاخر حيجيك ثقيل شويه على الاستوما مع الاول، من بعد توالفيه. انا دوكا نميكسيه ومن بعد نعاود نرجع لكم، لانه في بارت 2 للفيديو راح تكملوا معايا، مانيش راح ندير لكم بارت 2 في فيديو واحد اخر. كملوا معايا الفيديو للاخر، راح نعطيكم واحد الفيتامينات البنات للشعر، الوجه. شوفي هذه ثانيه ومليح للشعر، شتي كي ديري سرق البيطره والتمر، انساي تساقط الشعر، انساي باش شعرك يطيح، روحي جربيه، ديريه شهرين 3، رجعي لي تشوفي شعرك هذاك كيفاه يولي يثقال. شتو الشعر الثقال هذاك، الشعر اللي يتخبل وكي تمشط مثلا تدوشي يبدا يشيح يبدا يتخبل، انساي، نحيلك التشابك تاع الشعر، يرجع لك الشعره ثقيله في حد ذاتها، ويعطيك بريق تاع الشعر، شغل تستعيدي الحيويه تاع الشعر، وجهك يولي ناير وحده. الفوائد تاعو نقعد نحكي لكم منها الغدوه ما تصدقونيش. بقى اني نعطيكم لي فيتامين اللي انا استعملتهم واللي انا لقيت عليهم ريزولتا انكرويابل. تبعوا معايا الفيديو للاخير، نميكسي معاكم الجي هذا ومن بعد نكملوا لو راست. هاي ليكم بعد ما حطيت السلق والتمر وشويه عسل، دبس الرمان والبيطراف، راح نميكسيهم باه ما نزعجكمش بالفوضى. نميكسيهم برك ونعاود نرجع لكم وانا جايبه معايا الخليط جاهز، ونجيب لكم لي فيتامين اللي لو كان وحده تتبعهم ما يخرجش عليها روح يقولي لي واش بغيتي. راهو البنات ما تيماجينيوش، تبعوا هذا تبعوا لي فيتامين واختارك من الخلطات وروحي نعطيك وديري هكا وديري هكا. كاينه خلطه واحده انا ثقت فيها راح نشاركها معكم الخطره الجايه ان شاء الله. سينو تبعوا لي فيتامين وتبعوا لي الخلطه هذه وسالي لي على شعركم لابو تاعك كيفاه يولي. بنات هاي لكم الريزولتا تاع الجي اللي متاكده ومتاكده 1000% بلي مش حيعجبكم في اللوغو تاعو نهائيا، لكن متاكده واثقه انه راح يعجبكم الريزولتا تاعو. داوموا عليها البنات، كيما قلت لكم خطرتين 3 في السمانه، بعد شهرين، تحدي شهرين تشوفي شعرك لابو تاعك كلش تاعك انتبات كيفاه نايره، ومن ثاني استعمال تحسي روحك باللي صاي مشبعه في الطاقه، ما كيش تعبانه ما كيش عيانه. ها هو كي الفو با تجتهدي الاجتهاد هذاك تاع تنحي تصفيه بالصفايه رحم باباك، الفو با تقيسي الصفايه لانه مش حنتفاهموا عليها هذه. اذا قستيه بالصفايه راح تنحيلو الفوائد كامل تاعو، راح يخرج لك غير المستخلص راكم تشوفوا فيه. ها هو كي بالكشاكش تاعو، ها هو كي اذا كان نحيتي الصفايه راح يخرج لك المستخلص تاعو فقط، ما كان له ما عنده مدك للصفايه. دونك هذا هو الجي اللي راني نحكي لكم عليه، اللي انا استفدت منه وحبيتكم كامل تستافدوا منه. دونك ننتقلوا للدوزيام بارتي اللي قاعدين نهضروا عليها على الفيديو، وشي هما الفيتامينات اللي تستخدمهم الطفله على الاقل 3 شهور ل 3 شهور. اول واحد راح يدهشكم، راح تدهشوا في الريزولتا ديالوه، الاوميغا 3. الاوميغا 3 البنات، واش هي فوائد الاوميغا 3؟ الاوميغا 3 الناس اللي تسكن في الولايات البحريه غير ما كانش تشقى يا بنتي وتروحي تشري لي الفيتامين تاع اوميغا 3، روحي كولي السردين، روحي كولي الحوت، واذا عندك سالمون كولي نورمال، كل واحد واش مقدورو. لانه علاه اللي كثروا من الحوت مالي جدا 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 بالاوميغا 3. كاين فواكه وخضر واحد اخرين اللي فيهم نسبه تاع فيتامين اوميغا 3، لكن اكثر حاجه فيها هي الاوميغا 3 هي الحوت. دونك اللي عايشه في ولايه بحريه وتقدر تاكل الحوت، باسكو حنا في الولايات الشرقيه كيما حنا في باتنا السردين الصغير خلاص هذاك اللي تضربك ريحته من اخر الشارع، حتى في الريحه تاعو من 60 في الكيلو. دونك حنا ما نراش منو عليه ناكلو بزاف. الناس اللي تقدر تشيل الكروفات والسالمون والحكايات هذو
هذوك يقدروا يستغناو عليه. الميزات تاع الاوميغا 3 البنات ينشط عجب. شتي كي تشربيه ما تشربيهش في الليل، تشربيه ورا الفطور بساعتين. اي فيتامين البنات يجي ورا الفطور بساعتين الا الفيتامين سي، يقولك تشربيه على الفراغ. انا عن نفسي ما نشربش لا فيتامين سي على الفراغ، نشربه كيف بعد الاكل بساعتين باش يساعد على الامتصاص، لانه الاكل يوقف عمليه الامتصاص. دونك نيفيتي نشرب بعد ساعتين. انا كيما الفيتامين سي يجيني حامض على الاستوما، مستحيل السبع ولا المصران مستحيل نشربو على الفراغ، دايما ندير له ساعتين بعد. حاجه واحده خلاف هذا ينشط، يعني كي تشربيه شربيه الصباح ما تشربيهش في الليل لانه يدير لك الارق. دائما تخليه عندك، راه هو كيدير 120 الف عند لي فارماسي. انا شريت لا مارك هذه بيوماكس، كاين فيه دي مارك واحد اخرين بيان سور. راح تحسي تغير في شعرك. شتي اللي شعرها جاف وشايح ويتخبل، هذاك راه عنده تقريبا نفس المفعول تاع الجي هذا كيما كنا نحكي، ولكن هذا عنده طبعا فوائد وحده خلاف، سواء في الشعر سواء في البشره. دونك ينحي لك التخبال هذاك، يسلك لك شعرك، يرجع لك اللمعه تاع شعرك، يزيد الشعر للناس اللي شعورهم جافين بزاف. راهو يزيد الشعر البنات، يزيد الشعر، مش يزيد لك الزيت هذيك الغير مرغوب فيها، لكن يرجع لك الزيت الطبيعي تاع الشعر. ما تخافيش اللي شعرك دهني تقولي دوك نشربوا يزيد لي شعري، ما يدير لك حتى هذا هدفه انه يزيد لك في الفيتامين الاوميغا 3 اللي معروف انه يعدل الشعر والبشره ويقوي الذاكره. يقوي الذاكره شي يعجب البنات. دونك ما تخافيش منه، راح يحافظ لك على الزيوت الموجوده في شعرك فقط. اللي شعرها جاف راه هو كيرجع لك شعرك كما كان، تسمى بالزيوت الطبيعيه تاعو. دونك يرجع هايل. انا جربته كيشيح شعري بزاف، نفهم باللي ناقصني الاوميغا 3، نروح نشري كي ندير اون بلا كيما هذه خلاص يرجع شعري هايل. ثاني فيتامين معنا هو الفيتامين ه، اللي هو الفيتامين او اون فرونسي حنا عندنا. الفيتامين ه انا نستعمله كي تشيح لابو تاعي. نشوف لابو تاعي شايحه نروح نجري نشري الفيتامين او، لانه رائع رائع رائع، يزيد لك البشره تاعك لكن من الداخل. دونك تحصلي على النضاره و مانطو يليان لابو تاعك تليان، تحسيها باللي ليان ترجعت كيما بو بيبي. دونك الفيتامين او مهم بزاف البنات، ما تستغناوش عليه في لي روتين تاعكم، ما تستغناوش عليه في لي فيتامين تاعكم. ثالث واحد هو قنبله نوفوفان. الذوق تاعو انكرويابل، ما تقدرش تسقي شحال موش مليح في الذوق تاعو، يجيك تعيا تكمليه. لكن كي تستفادي منه لشعرك لوجهك والاظافر، يقوي الاظافر بطريقه الاظافر يقويها، للشعر باهي، الكلش تاعكم البنات، لابو تتخلصي من المشاكل تاع الشعر وتاع لابو تاعك وتاع تقصف الاظافر، لانه كي تشربيه ظفارك يقواو. سير واحده اخرى البنات بعيدا عن هذا، دوكا هذو هما لي فيتامين لي 3 اللي انا ننصحكم بهم. ما تخليش روحك يفوت عليك 3 موا، او على الاقل اذا خلات 6 موا، كل 6 موا لازم يكونوا لي فيتامين هذو في الروتين تاعك. ثالث حاجه حبيت نحكي عليها هي الروز البنات. هادو البنات حبيت نقول لكم كيما قلت لكم على الروز مهم جدا البنات. يسيي تكثروا تاكلوا الروز، اللي تشتيه ولا اللي ما تشتيش. اذا بغيتي ظفارك يقواو وشعرك يقوى، الروز مهم جدا جدا جدا. انا كنت واحد الوقت نشتيه، انا الروز نشتيه واحد الوقت، كنت نكثر منه شي عجب، وليت كي نغفل على ظفاري نلقاه ما خالب. كي بحثت لقيت باللي قلت من كي بديت ناكل سبحان الله الروز بزاف ليه ولات هكا، وليت لقيت باللي سي فغي الروز كي تكثري منه يقوي الاظافر شي يعجب، ويقوي لك البصيلات تاع الشعر. دونك الروز مهم جدا البنات، حاولوا نضيفوه النظام الغذائي تاعنا. لازم يكون عندك حفنه روز كل يوم على الاقل 3 ملاعق روز. دونك هذو هما نصائحي لكم البنات اليوم. ماذا بيا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. تابعوني على قناتي، خليو لي جيم وكومونتير، ومتاكده راح تلقاو فيها كل حاجه تهمكم وكل حاجه تعجبكم. داوموا عليه من فضلكم، داوموا عليه ورجعوا لي الخبر، وتفكروني بدعوه خير، لاني متاكده بلي راح يعجبكم. خليكم معايا دائما في قناه كل ما يخص المراه مع احلام، وديروا كابتور ديكرون لي فيتامين هذو، روحوا شريوهم ما تخافوش، راح يساعدوكم بزاف في رمضان، راح ينشطوكم وتحسوا رواحكم بون فورم. صيام المقبول.